يا مساء الخير والجمال والسعادة عليكم. طبعا منتخب مصر النهارده بيهرب من فخ وكمين موزمبيق بتعادل قاتل بلس 90. تعادل بضاع كل المصريين، لان انت لا قدر الله لو كنت خسرت النهارده قدام موزمبيق كنت خلاص بمثابة ان انت ودعت البطولة، لان انت كان عندك مباراتين حياة او موت قدام غانا وقدام الرأس الاخضر. حياة او موت قدام غانا اللي افضل من موزمبيق 3-4 مرات في المستوى الفني، وهي المنافس الاقوى والشرس قدامك في المجموعة، فكنت لازم تكسب غانا وتكسب الرأس الاخضر. واي تعادل في المباراتين كانت خلاص بمثابة ان انت بره البطولة بشكل رسمي. فالحمد لله ان التعادل النهاردة هيديك امل قوي في المجموعة ان انت ترجع تاني وتلم اوراقك وتلم نفسك وتفوق كده عشان تقدر تصعد من المجموعة اللي شكلها هتبقى صعبة جدا، لان موزمبيق النهاردة باين ان هم فرقة كويسة جدا، فرقة منظمة، فرقة عندهم امكانيات، مش هيبقوا صيد سهل قدام غانا وممكن يعملوا مفاجأة كبيرة قدام غانا. فالمجموعة هتبقى صعبة جدا في المباريات اللي جاية، لكن عندك اخطاء كارثية النهاردة في المباراة واخطاء طبعا نفسية، منها طبعا ان اللعيبة ريحت قوي بعد هدف مصطفى محمد وحست ان المباراة سهلة وموزمبيق فرقة ضعيفة، وان النهاردة هيعملوا حفلة على موزمبيق، مع ان وانت بتتفرج حاسس ان موزمبيق فرقة كويسة، فرقة منظمة، فرقة بتمسك عليك كورة، فرقة بتعرف تروح عليك وتهاجم وتتعبك وتشكل خطورة كبيرة عليك، وكانت هتتعادل النهاردة معاك بالقلشة بتاعة محمد حمدي في الشوط الاولاني. ففرقة كويسة، وبالرغم من كده انت ما قدرتش ان انت تقتل المباراة في الشوط الاولاني وتخلص المباراة وتريح نفسك في الشوط الاولاني. فكان لازما يديلك ألم ويجيلك ألم في الشوط الثاني من موزمبيق يفوقك، وفعلا الألم جه في 3-4 دقايق. موزمبيق اديتك بالألم على وشك بهدفين، والحمد لله ان الألم دوت جه بدري المنتخب مصر في بداية البطولة عشان بقى يفوقوا ويركزوا ويخشوا في البطولة بقوة ويحسوا ان مفيش منافس ضعيف في البطولة، وان كل الفرق خلاص في افريقيا بقى عندها امكانيات وامكانيات كويسة ممكن تتعبك وممكن تشكل عليك خطورة وممكن تكسبك النهاردة زي موزمبيق كانت هتكسبك وتعمل عليك مفاجأة كبيرة جدا النهاردة في بداية المشوار الافريقي ده. طبعا اول عامل كان من اسباب التعادل النهارده او الخساره لا قدر الله لو كانت حصلت قدام موزمبيق. لما نتكلم بقى على الاسباب الفنيه، فيتوريا عنده مشاكل كارثيه النهارده في المباراه، اهمها هو توظيف محمد صلاح، لان انا بحس ان فيتوريا في المباريات اللي فاتت كلها سواء بقى الوديه ولا الرسميه مع منتخب مصر ان هو كل تفكيره وشغله الشاغل ان هو ازاي يحرر محمد صلاح، ان هو يهرب محمد صلاح من الرقابه، ان هو ما يخليش محمد صلاح يبقى ملتزم دفاعيا ويصب كل مجهود محمد صلاح في الحته الهجوميه. لما تسمع الكلام دوت تتبسط قوي. الكلام ده على الورق يا سلام جميل فعلا، ازاي تهرب محمد صلاح، ازاي محمد صلاح ما يبقاش عليه رقابه طول الوقت، ازاي محمد صلاح ما يبقاش ملتزم دفاعيا ومعلوش التزامات كبيره دفاعيا ويبقى كل مجهود البدني بتاعه متصب في الحته الهجوميه فقط. الكلام ده تسمعه تستمتع بيه. لكن فيتوريا لما جه ينفذ الكلام دوت على ارض الواقع عمل كارثه في حق منتخب مصر وفي حق محمد صلاح، وان هو بينزل محمد صلاح كتير جدا في نص الملعب ومش مقيده بالحته ناحيه اليمين عشان ما يبقاش عليه رقابه لصيقه عشان يهربه من الرقابه ويبقى متحرر في نص الملعب ويلعب بدور صانع الالعاب. فدي كارثه في حق منتخب مصر وفي حق محمد صلاح، لان مش بتاعته مش حتته، لان محمد صلاح مش اللاعب الساحر ان هو يبدا يلعب لك صانع العاب زي ابو تريكه ويطلع لك زيزو ناحيه اليمين ويطلع لك تريزيجيه ناحيه الشمال ويشغل لك مصطفى محمد بلمسات سحريه. محمد صلاح كل امكانياته الفنيه واكبر امكانياته الفنيه هو انت ازاي تحط له الكوره قدامه في مساحه ناحيه اليمين وتخليه ان هو يروح بوشه في مساحه بسرعته 1-على-1 زي الهدف اللي جابه الاخير قدام ارسنال. وشفنا ازاي محمد صلاح وهو بيروح بسرعته 1-على-1 بيقدر يعدي وبيقدر يسجل. ده افضل توظيف لمحمد صلاح ممكن يطلع منه كل امكانياته افضل امكانياته الفنيه. لكن انت النهارده عشان تحرر محمد صلاح عشان تهربه من الرقابه تنزله لي نص الملعب فتدفنه النهارده حرفيا في الملعب. محمد صلاح النهارده مدفون فنيا في الملعب، ما لعبش وما قدمش ب3 جنيه كوره لان مش بتاعته مش
حتته مش امكانياته. تاني مشكله بقى قابلت منتخب مصر النهارده قدام موزمبيق هي التركيبه بتاعه نص الملعب. انا مش ممكن كمنتخب مصر دايما فاتح الملعب ومحمد هاني زايد ومحمد حمدي زايد وطبعا زيزو فاتح الملعب وزايد ناحيه اليمين وحمدي فتحي زايد وفاتح الملعب ناحيه الشمال وبلاعب محمد النني بيلم ورا الناس دي كلها. ده كارثه دفاعيه في نص الملعب. محمد النني ما يقدرش يلعب الدور دوت، ما يقدرش ان هو يلم في ظهر محمد حمدي ويلم في ظهر محمد هاني ويلم في ظهر زيزو وحمدي فتحي. فالنهارده كان عندك مساحات شوارع في نص الملعب استغلها موزمبيق في كذا كوره ومنها الهدف الثاني. فانت لازم تغير التركيبه بتاعه نص الملعب وتلاعب مروان عطيه مكان محمد النني عشان هو اقوى دفاعيا من محمد النني ولعيب شرس ولعيب مقاتل وبيقدر يلم كويس جدا في ظهر حمدي فتحي وفي ظهر زيزو وبيقدر يقفل كويس جدا ويميل على الاطراف سواء محمد هاني ولا محمد حمدي. وكمان مروان عطيه لعيب كوره يقدر يلعب لك كوره بشكل كويس جدا ولعيب مش غشيم بلغه الكوره، يعني لعيب ما بيقطعش الكوره بفاولات كتير، لا لعيب عنده كوره ومخه فيه كوره وبيقدر يقطع الكوره من غير فاولات. فانت كنت محتاج مروان عطيه جدا النهارده في الملعب قدام موزمبيق ومحتاجه اكتر واكتر في المباريات اللي جايه الاقوى على منتخب مصر من مستوى فرقه زي موزمبيق، لان انت لسه هتلاعب غانا فرقه افضل فنيا من موزمبيق ولسه بقى لما تخش على المباريات الاقصائيه هتلاعب فرق عمالقه. فانت لازم تغير التركيبه بتاعه نص الملعب عشان تقدر تلم شويه وتقفل العيوب وتغطي العيوب بتاعتك في نص الملعب في الكونتر اتاك اللي بيتعمل عليك نتيجه طبعا ان انت دايما فاتح الملعب ودايما زايد. تالت حاجه لازم تعالج الكوارث الدفاعيه اللي عندك على الاطراف. يا جماعه محمد هاني ومحمد حمدي كوارث دفاعيه في التغطيه العكسيه، مش معقول طول الوقت سايبهم يبقوا واحد على واحد قدام مهاجمين موزمبيق، مفيش اي مسانده ولا تغطيه دفاعيه سواء لنص الملعب ولا الاطراف لمحمد هاني ولا محمد حمدي. طول الوقت محمد هاني ومحمد حمدي بيشتغلوا قدام مهاجمين موزمبيق واحد على واحد وهم عريانين وهم وراهم مساحات شوارع، فاللعيب بيلعب على محمد هاني يعدي منه يعمل اوفر تيجي عند محمد حمدي تغطيه عكسيه عنده كارثه فيقلش. فطبعا لولا تألق الشناوي كان هيبقى الهدف الاول لموزمبيق في الشوط الاولاني. نفس الكلام محمد حمدي لاعب موزمبيق اشتغل عليه واحد على واحد مفيش اي مسانده دفاعيه لا لزيزو ولا لحمدي فتحي ناحيه محمد حمدي، يعدي من محمد حمدي يعمل عرضيه تيجي الهدف الاولاني لمنتخب موزمبيق. فانت عندك كوارث دفاعيه على الاطراف لازم تتعالج، لازم يبقى فيه مساندات دفاعيه كبيره جدا للاعيبه الاطراف محمد حمدي ومحمد هاني عشان الكونتر اتاك عشان المساحات الشوارع اللي بتبقى في نص الملعب. لازم تغير التركيبه اللي في نص الملعب، لازم ترجع محمد صلاح ناحيه اليمين وتوظفه تاني في مكانه الامثل اللي بيعرف يتألق ويجيد فيه. كل الكلام دوت لازم تعالجه في المباريات اللي جايه، لان اقسم بالله العظيم الكلام دوت لو ما تعالجش في المباريات اللي جايه انت داخل على كارثه كبيره جدا. لو قابلت فرقه قويه بتقدر ان هي تعمل كونتر اتاك بشكل كويس هتكسبك كتير، هتهينك في الملعب، هتعمل عليك حفله في المباريات سواء بقى قدام غانا ولا في المباريات الاقصائيه. فلازم تعالج الحاجات دي لو عاوز ان انت تكمل في البطوله بشكل كويس وتحقق حاجه في البطوله. لكن اتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخب مصر، اتمنى يا رب يكون كلامي في الكوره عجبكم، اتمنى يا رب لو كلامي في الكوره عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.